مش انكاح. كمين الشربيني. بص عامل ازاي المنظر، يعني ايه، دمار. السلام عليكم، اهلا بيكم مره تانية في عرض يوم مفتوح. معاكم محمد مجدي اي كي اي ذا فليكس كينج وانستجرام. بلبن محل اول ما فتح في مصر عمل ضجه كبيره جدا نتيجه ان هو بيعمل منتجات مختلفه عن اللي موجوده في السوق، او مش ما فيش حد تاني بيعملها. ومؤخرا فتح في السعوديه في الرياض وفي جده. اول لما فتح في السعوديه يعني معظم اليوتيوبر اللي موجودين هنا عملوا له ريفيو، بس يعني كانوا بيجربوا منتج او منتجين منه. الاسبوع اللي فات عمرو شريف واحد من اقوى الفود ريفيور في مصر، عمل تقريبا ريفيو للمنيو الكامله او معظم الحاجات الموجوده في المنيو بتاعت بلبن. اتواصلت مع عمرو بثق في تقييمه للاكل وذوقه في الاكل، لان انا جربت اكتر من مره انزل مصر واكل حاجات من اللي هو بيقيمها بتطلع بالظبط زي ما هو بيقول. اتواصلت معاه واتفقت معاه ان انا هعمل نفس المنتجات اللي هو جابها من بلبن القاهره، انا هجيبها من بلبن اللي في السعوديه، ونشوف هل الريفيو بتاعتي هتبقى قريبه من الريفيو بتاعته للمنتجات اللي في مصر. انا عن نفسي ما جربتش بلبن في مصر. اتكلمنا كتير، يلا بينا. طيب اسعار المنتجات انا هحطها على الشاشه كالعاده، بس اول حاجه هنبدا بيها هي الكاساتا دي ايس كريم مع قشطه، اتعمل في شكل مخروطي كده او شكل مثلث. اكتر ناس بتعملها هم البورسعيديه، بس اللي انا شايفه دلوقتي ده ملوش اي علاقه بالبورسعيد. انا والدتي من بورسعيد، فانا دايما كل ما نروح في اشهر واحد هناك اسمه سلسبيل، ده اشهر واحد بيعمل كاسات. بس المفروض الكاساتا اللي هي بتبقى اكتر من نوع ايس كريم محطوطين على شكل مخروطي، وبيبقى فيه قطعه قشطه تحتيهم عشان تكسر حلاوه الايس كريم شويه. اللي انا شايفه هنا، يعني انا شفت اللي عمرو كان مصوره اللي هو الكاسات الطبيعيه اللي هي اكتر من نوع ايس كريم. انا شايفه هنا ده كده تقريبا ده نوع واحد ايس كريم، قشطه صغيره جدا، مش عارف ده. خلينا ندوق ونشوف طعمه عامل ازاي. يعني هو حتى الايس كريم مش باين ده ايس كريم مانجا ولا ايه، لونه غريب جدا، لونه بيج. خلينا ندوق. هو في طبقة ايس كريم فانيليا فيها طعمها زايد قوي، وفي جوه حته كده مانجا في النص، حته صغيره مانجا بس، وبقيه الايس كريم كله نفس الايس كريم الاولاني. هل دي فعلا الكاسات اللي متعارف عليها؟ من وجهه نظري لا. اما تنزلوا مصر جربوا الكاسات اللي بلبن، مختلفه عن دي. طيب نيجي بعد كده للايس كريم. عمرو جاب 8 انواع ايس كريم، انا لقيت التمانية الحمد لله موجودين هنا. هو مزود عليهم هنا لوتس ومانجا، بس انا جبت نفس اللي عمرو جابهم عشان نقيم الطعم مقارنه باللي موجوده في مصر. في مصر بيبيع البندق والبيستاشيو بسعر مختلف عن بقيه الانواع. هنا في السعوديه بيبيع كله بنفس الثمن. البوله الصغيره دي تقريبا 7 ريال ونص. فخلينا نجربهم ونشوف طعمهم عامل ازاي. اول نوع معانا الفراوله، شكلها فراوله بجد، لان انا شايف فيه البذر الرفيع اللي بيبقى في الفراوله دي. شكلها بسم الله، دي معمولة من عصير فراولة مش بس فليفور، فالفراولة حلوة. ده المفروض هو في مصر بنسميه البان، وهنا اسمه كوتون كاندي. كوتون كاندي المفروض اللي هي غزل البنات، واللبان ده اللبان اللي هو المفروض بيبقى بابل جام يعني. فخلينا نشوف دي بابل جام ولا كوتون كاندي. بابل جام. انما البابل جام يبقى احمر مش ازرق، كوتون كاندي هو اللي بيبقى ازرق. دي بابل جام بس طعمها حلو. دي حليب يا ليمون. خلينا نشوف. دي حليب بس نكهة الحليب فيه ضعيفة جدا، يعني كانت ممكن تبقى أحسن من كده وممكن تبقى أتقل من كده، بس دي خفيفة بزيادة. يعني خفيفة لدرجة إن أنت تحس إن هي ملهاش طعم. يعني لو كان حط عليها فانيليا شوية كانت هتبقى أحلى من كده. دي المفروض زبادي توت. لو هتفكر ان الزبادي طعمها زي الفروزن يوجرت، لا، دي طعمها زبادي، كانك فتحت علبه لبن زبادي وبتاكل منها كده، عليها زي سيرب توت كده قويه. للناس اللي بتحب الزبادي دي رائعه رائعه. ليمون، اتمنى ان هو يكون مظبوط. اللي بيحب الايس كريم الحامض ده حامض حامض يعني، ليمون ليموني. بس ده ليمون سوربي مش ايس كريم. الباقي كله كان زي ما قلت نفس ستايل الجيلاتو. طيب نشوف الشوكولاته. شوكولاته لا، وفيها قطع مكسرات كمان. ده النوع الاثنين اللي هو المفروض في مصر معتبرهم ان هم دول بريميوم، يعني البيستاشيو او الفستق. يعني شايف فيه قطع بيستاشيو اول ما تفتح كده. اه، النكهه رهيبه. بحب البيستاشيو هيتمزج منه. ده نجرب البندق. بسم الله. مسكر بزياده، ونكهه البندق فيه عارف تحس ان هي من النوتيلا، النكهه اللي بتبقى في النوتيلا كده بس متخففه بزياده. فده بالنسبه لي مش قد كده. طب لو حبينا نرتبهم، فبالنسبه لي اول واحد زبادي توت، بعديه الفراوله، بعديه الليمون لان انا بحب الليمون، بعديه البيستاشيو، وبعديه الليمون كده، بعديه الشوكولاته والكوتون كاندي والحليب والبندق، او البابل جام والحليب والبندق. دول انا مش هجيبهم تاني، بس دول يتجابوا. نروح اللي بعده. رابط حلقه عمرو شريف هحطه لكم في الديسكريبشن او في صندوق الوصف.
نيجي بعد كده لمحبوبة الجماهير ام علي. انا جبت منه نوعين زي اللي عمرو جابهم، السادة واللي بالمكسرات. فخلينا نشوف. غالبا دي السادة لان دي منفخة شوية، ممكن دي تكون مكسرات. خلينا نبدأ بالسادة. من النظرة الاولى كده حاسسها ناشفة، يعني ما فيهاش حليب، ده منظرها حاسسها ناشفة. فخلينا ندوق ونشوف عاملة ازاي. لا والله يعني متشربة. انا دايما مشكلتي مع ام علي اللي بتجاب من تيك اواي او من مطاعم ان هي بتبقى مسكره بزياده. لا دي حلاها مظبوط جدا، يعني ممكن تخلص البرام ده من غير ما تحس ان انت خلاص السكر ضرب في نافوخك، فدي حلوه. نروح للي هي بالمكسرات. والله هي تقريبا هي ورش عليها شويه مكسرات من فوق. يعني دايما احنا لما بنعمل ام علي الصح يبقى المكسرات من فوق وفي قلبها كمان مكسرات. لا دي فيها مكسرات جوه كمان. اوكي، دي متشربه حليب اكتر، دي فيها حليب اكتر. التانية كانت ناشفه شويه، لا دي فيها حليب اكتر وبرده حلاها مظبوط جدا. فلو نفسك هفتك على ام علي دي حلوه. نروح اللي بعده. طيب نخش بعد كده على الرز بلبن او رز بحليب. فانا جبت 3 انواع. جبت الساده، وفي واحد عنده اسمه كمين الشربيني، ده رز بلبن وقشطه ومكسرات وبسبوسه وايس كريم. وفي رز بلبن بالشوكولاته نوتيلا مع مكسرات. في مصر هو عنده نوع رابع عمرو جابه كان اسمه مشنكاح، ده رز بلبن وعليه منفيه. كمين الشربيني ده كان من غير ايس كريم. فخلينا نعدي عليهم ونشوف عاملين ازاي. اللي هنا دلوقتي عشان ده شكله اتقل واحد. نجرب الساده. ده الرز بلبن الساده، حجمه الى حد ما معقول، هو ما عندوش احجام، هو كل حاجه حجم واحد. حلو، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، مظبوط يعني. بس هو الرز بلبن ساده ده ليه ناسه. الناس غالبا لما بتروح المحلات دي عشان تضرب اللخبطه والهيصه دي، فده ممتاز. نروح بقى ايه اللي بعده. رز بلبن بالنوتيلا والمكسرات، منظر قوي جدا. بسم الله. سعرات في السماء. لا المشكله ان الشوكولاته ضغط على طعم الرز بلبن تماما. انت تحس ان انت بتاكل شوكولاته ومعاها حاجه زي البودنج كده او المهلبيه، بس شوكولاته ضغط على الطعم. كمين الشربيني، الايس كريم ساح. المفروض هنا كان في بودة ايس كريم ساحت، هو بيحط ايس كريم اللي هو الحليب، فاللي هو يعتبر ضعيف شويه مش هيعمل اي فرق. خلينا ندوق كده. ده الايس كريم مع مكسرات تقريبا بس. طب خلينا ناخد حته بسبوسه. بسبوسه ناشفه شويه مع قشطه ورز بلبن ومكسرات. حلو، البسبوسه مش مسكره قوي فهي مش هتجزع معاك. انا عن نفسي ما عجبنيش، يعني انا هفضل ان انا ممكن اخد رز بلبن ساده بالمكسرات. الهيصه دي كلها لا. هنا كان عندنا ولغايه موجود لغايه دلوقتي عندنا محل اسمه صابر في اسكندريه يعمل رز بلبن بالايس كريم والمكسرات، حاجه. نروح اللي بعده. طيب وصلنا بقى للمنتج اللي هو عامل قلبان وده اللي كبر الاسم بزياده، القشطوطه. انا جبت 5 انواع، معلش يا عمرو انا زودت واحد. ده سوبر لوكس، اشطوطه كراميل، اشطوطه مانجا، اشطوطه بالمكسرات واشطوطه باللوتس. اول واحد الاشطوطه الساده بالمكسرات. هي كيكه تري ليتشي، بس هي المفروض يبقى فيه حليب كده باظظ، بس هي شكلها طري يعني، ومكسرات مرشوشه فوق الوش. الميزه بتاع مصر ان هو بيديك المكسرات في كيسه وانت تحطها، فعايز تاكلها بالمكسرات مش عايز تاكلها بالمكسرات دي حاجه ترجع لك. هنا بيرش لك المكسرات عليها. فهنقول بسم الله. انا شايف طبقه الكريمه اللي فوق دي كبيره قوي، هو مسميها قشطه يعني، بس انا حاسسها ان دي كريمه عاديه يعني، الكريمه بتاعت الكيك والتورت مش قشطه بمعنى قشطه. وطبقه كيك صغيره جدا والكريمه شويه مدهننه. لا دي ما عجبتنيش. نيجي للكراميل. الكراميل هو تقريبا شبه الكراميل اللي هو بيبقى موجود على الكريم كراميل اللي هو السكر محروق يعني. خلينا نشوف. دي يمكن طبقة الكريمة اللي فيها أقل شوية، والكراميل المعقود ده كسر الطعم بتاع الكريمة اللي ما عجبنيش في الأولانية. بس كتري ليتشي واو لا، عادية جدا. المانجا بقى، المانجا لاحظت فيها هي واللوتس غرقانة في الحليب يعني، بتخر مش زي التانيين خالص يعني. وقطع المانجا يعني حاطط قطع مانجا محترمة يعني. خلينا ندوق. هي نفس الكيكه نفس الساده بنفس طبقه الكريمه الكبيره قوي اللي ملهاش لازمه دي، بس المانجا نوديها بقى في ليفل تاني خالص.
نخليها كيكه تمام. طب على الاقل الحليب ده يتحط مع التانيين بحيث ان هو يحسسك انها تري ريتش يعني. دي لو هتتجاب عشان المانجا اللي عليها. طيب نجرب اللوتس. طيب اللوتس هو حاطط صوص لوتس وراشش عليها بسكوت لوتس، وبرده في حليب واضح في العلبه مش زي الاولانيين. هو صراحة هو صوص اللوتس لما بيتحط على أي حاجة بيوديها في حتة تانية خالص، فمعاها نخليها بقى حاجة اختراع تاني خالص غير الأشطوطة اللي كلناهم في اللي فاتوا دول كلهم. فدي تستحق التجربة إن هي بقت مختلفة. الحلقة دي طولت أهو. نروح بقى لآخر واحدة اللي هي السوبر لوكس. السوبر لوكس دي يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه، دي افتراء. دي المفروض رز بلبن وعليه أشطوطة وعليهم بعد كده صوص شوكولاتة وصوص لوتس وصوص بيستاشيو وتقريبا فستق، حاجة بالمنظر ده. فخلينا نجرب. بسم الله. يا بص عامل ازاي المنظر يعني ايه، دمار. دي اقدر اقول عليها دي اقوى حاجة جربتها النهارده، دمار شامل. بس دي واحد لوحده تبقى تقيلة جدا عليه، يعني عايزة 3 يخشوا فيها مثلا. دي تستاهل تتجرب بجد يعني، دي ممكن تروح لها مخصوص عشان تجربها. وبس والله دي كانت تجربة النهارده. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ونشر الفيديو على قد ما تقدر لواحد من اصحابك على كل السوشيال ميديا. الفيديو ده مش اعلان، انا شاري كل الحاجات دي. الفاتورة ده مش اعلان. واشوفكم الاسبوع اللي جاي مع تجربة جديدة وعرض اليوم مفتوح. بيس.